اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أول حاجة تعملها لما تكون مدير فريق لأول مرة. فأنت دلوقتي كنت بتشتغل مع زمايلك زيك زيهم، دلوقتي بقيت أنت اللي اترقيت وبقيت مدير عليهم، فاتفقنا أنت هتعمل إيه. تاني حاجة محتاج تركز عليها إنك تحاول تقلل شوية من التقنية وتزود شوية من الإدارة. يعني أنت كنت بتشتغل تكنيكال بنفسك قبل كده، أيا كان أنت كنت بتشتغل إيه. يعني أنت مثلا كنت مهندس في الإدارة الهندسية، أو أنت ديزاينر، أو أنت ماركتير، أو ديفلوبر، ايا كان كنت بتعمل ايه. حاول تقلل من ده شويه وتتجه للاداره. الاداره يعني حاجه استراتيجيه، انت بتحاول تعمل بروسيس امبروفمنت، ان انت تحسن من طريقه الاداء بتاعه الشغل كله، مش ان انت اللي تأدي الشغل بنفسك. انت هنا بتحاول تشوف ايه البوتل نيكس. اتكلمنا عن البوتل نيكس قبل كده في فيديو تاني، ارجع له. البوتل نيكس اللي بتعطل الناس، تحاول ان انت ازاي تشيلها وازاي تخلي الطريقه بتاعه الشغل اسهل واريح للناس كلها. فده اهتمامك الاكبر، مش اهتمامك انك تكون مايكرو مانجر وقاعد فوق دماغهم تعدل عليهم في الشغل اللي هم بيعملوه عشان انت كنت بتعمله احسن. لا، انت لو كنت بتعمله احسن دربهم، اعمل لهم كوتشنج، اعمل لهم منتور شيب، هات لهم حد يدربهم. لو انت مش بتعرف تدي تريننج بنفسك وانت شاطر في الجزء التقني مش شاطر في التدريب، لكن ما ينفعش تقول له وسع كده انا هعمل انا الحاجه دي. لا، وريه هو بيعملها ازاي واديله فيدباك عليها لغايه اما يتحسن. ودي مهاره اساسيه جدا جدا بالنسبه لك كمدير، هي مهاره التفويض. انك تبقى متقبل ان لو انت كنت بتعمل حاجه بجوده 100% وهتسيب حد تاني هيعملها بجوده، مش هقول لك 90، هيعملها بجوده 80%، تقبل ده. لان انت وقتك مش في انك تعمل الحاجه دي، انت اترقيت بقيت بتاخد منصب اعلى ومرتب اعلى، مش عشان تبقى بتعمل نفس الحاجه اللي كنت بتعملها قبل كده. انت عشان تساعد الناس دي يطلعوا من 80% ل 90%، وتبقى انت بتساعدهم ان الاستراتيجي بتاعت التيم كله تبقى احسن ونأدي كلنا بشكل افضل. فخليك متقبل فكرة ان انت هتحتاج تتعلم حاجات كتير. ودي اخر نقطة حابب اختم بيها هنا، ان انت مش عشان بقيت مدير فخلاص انا بقالي مثلا 5 سنين، بقالي 10 سنين بشتغل فانا كده اتعلمت كل حاجة. لا، انت ممكن تستفاد وتتعلم من التيم اللي انت جاي جديد عليهم كمان. فتقبل ده، وتقبل ان في مهارات تانية كتيرة انت ترقيت عشان الجزء التقني عندك عالي، بس ممكن الجزء السوفت سكيلز ما يبقاش اعلى حاجة. محتاج انك تشتغل على البرزنتيشن سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، تحتاج انك تشتغل على الليدرشيب سكيلز بتاعتك، النيجوشيشن، التواصل مع الناس كلها محتاج تشتغل عليه. فما فيش مشكلة اننا نتعلم. رحلة التعلم هي رحلة زي ما بنقول من المهد الى اللحد، يعني من ساعة ما بنتولد لغاية ما نموت او نخرج من الشغل احنا مستمرين في التعلم.